السلام عليكم. معلش، اولا بس يعني اعذروا بس صوتي وشكلي بس تعبان من امبارح من يوم الماتش. وصوتي بس متغير ورايح شوية. ده قبل ما نتكلم نقول اي حاجة، فمعلش بس اعذروا صوتي الحنجرة ضايعة خالص. اول حاجة هنبدأ بيها طبعا كالعادة ان احنا هندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين بالثبات، وان ان شاء الله نصر ربنا جاي جاي اكيد لا محالة. ده اولا، ده قبل اي حاجة. تاني حاجة كنت عايز اتكلم فيها وهي ماتش نادي الزمالك امبارح، ولا مش عارف ابدأ بموضوع فتوح والمنتخب. خلينا نبدأ بفتوح والمنتخب الاول. كلنا طبعا شفنا القايمة بتاعة منتخب مصر، وبعد ما كان بيتسرب كلام او بيتقال ان هيتم استبعاد فتوح ومحمد صبحي علشان هما موقوفين من نادي الزمالك او متجمدين حاليا ومتحولين للتحقيق ومعروضين للبيع لسبب تربوي او لسبب اخلاقي. ده اللي كان بيتقال، ان هيتم استبعادهم في المنتخب يعني عشان كده. ولكن طلعت قائمة المنتخب، مش عارف امبارح بالليل ولا النهارده، ان الاتنين موجودين في المنتخب عادي، وان هم شايفين ان هم متوقفوش بقالهم كتير، لغاية فترة قريبة كان بيلعبوا، وان هم هيدوروا على مصلحة المنتخب وملهمش دعوة بأي حاجة تانية. طيب انا عايز اقول بس يعني حاجة صغيرة في القصة دي، ان انت قوتك كمنتخب، بعيدا ان انت بتلعب باسم منتخب مصر واي واحد يتمنى، والقصة دي كلها عارفينها، ولكن انت قوتك مع اللعيبة جاية من قوة النادي مع اللعيب ده، من وجهة نظري انا. يعني كل ما النادي يكون اقوى من اللعيب، انت كمنتخب طبيعي هتبقى قوي برضو على اللعيبة اللي موجودة. لان يعني شفنا قبل كده كتير مثلا كانت مشاكل بتحصل من لعيبة في المنتخب. مش معنى كده بقول كان بسبب النادي ضعيف معاهم، ولكن كانت بتحصل، مش ما بتحصلش. فانت ضميت دلوقتي الاتنين لعيبة للمنتخب. فهل سيادتك في المنتخب تضمن ان اللعيبة دي ما تعملش معاك نفس القصة اللي كانوا بيعملوها في نادي الزمالك ولا لا؟ لو قلت لي اه تضمن، اقول لك لا، ما انا اسف، ما تضمنش. وارد يكونوا عملوها في المنتخب بس انت معرفتش، وكانت بتتدارى وكانت بتعدي. تضمن هي ما تحصلش معاك قدام؟ برضه ما تضمنش. ما انت مش هتقف توقف لهم بقى واحد على الأوضة وكل شوية خبط عليهم وشوفهم موجودين ولا لا. دي أول حاجة. تاني حاجة، انت قلت كنت هتستبعدهم علشان نادي الزمالك استبعدهم بسبب سبب تربوي، فمعنى ان انت تستدعيهم تاني فان انت مش مقتنع بالسبب، او ده يبان ان انت مش مقتنع بالسبب اللي نادي الزمالك وقفهم عشانه، او القصة دي. وان انت بتقول ان انت هتدور على مصلحتك كمنتخب بعيدا عن اي حاجة تانية. طيب خلاص، يبقى ما ترجعش تزعل من الأندية سواء نادي الزمالك أو النادي الأهلي، إن هي كمان هتدور على مصلحتها. إن هي آخرها زي ماتش زي النادي الأهلي مثلا، لما كان رافض إن هو يديك لعيبته في ماتش ودي، بترجع تلوم ليه ساعتها على الأندية؟ حتى نادي الزمالك، أنت كنت بتقول نادي الزمالك هيلعب ماتش كاس لوسيلة، دي بطولة ودية، وان نادي الزمالك كان بيقاتل على لعيبته ان هم ما يروحوش المنتخب. فلا، يبقى الانديه ساعتها عندها حق ان هي تقاتل على اللعيبه بتاعتها. ما انت ما انصفتش النادي في مشكلته مع اللعيب، فطبيعي انا بعد كده كنادي هدور على مصلحتي. ان انت لازم تبعت لي قبل الفيفا ديت معرفش بكام يوم، علشان الرولز اللي بتتبع، مش ما تمشيش بالحب. ده الطبيعي. ولو ما بعتليش قبل الميعاد ده، انا من حقي ما بعتلكش اللعيبه والقصه دي كلها، لان انا كنادي خدت قرار تربوي ان انا اوقف لعيبه انت استدعيتهم للمنتخب. فما ترجعش تلومني او تزعل لما انا كمان ادور على مصلحتي، ولما تكون انت عندك ماتش ودي او ما بعتليش قبل الفيفا ديت بكام يوم، الفتره اللي المفروض تبعت فيها، ممكن ما ادكش لعيبتي. هدور على مصلحتي انا كمان، زي ما كمان انت كمان
بتدور على مصلحتك، بعيدا بقى عن قصه ان هي مصر ومش عارف ايه، لان هو لو بطوله مجمعه، بطوله كاس مش عارف ايه، طبيعي هديك اللعيبه. بس انا بتكلم في الحاجات اللي ممكن انا اتلكك فيها كنادي يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه، في ناس كتيره طلعت على الميديا، يعني مش عارف كام واحد بالظبط او ايه، بس انا قريت اكتر من خبر ان مشكله فتوح ان ناس اتدخلت علشان تحل المشكله، واتطرح اسامي زي استاذ عمرو الجنايني، زي استاذ ممدوح عباس. اتطرحت الاسامي دي ان الناس دي بتحاول تتدخل عشان تحل مشكله فتوح مع نادي الزمالك. انا واحد من الناس، انا ضد الموضوع ده قلبا وقالبا وشكلا وموضوعا، لان انا شايف ان لازم يتاخد اجراء مع اللعيبه دي، علشان ده يبقى جرس انذار وعبره لاي لعيب بعد كده يفكر ان هو يعمل اي مشكله معاك كنادي، ويعرف ان انت دلوقتي حطيت رولز وحطيت قواعد ما ينفعش اي حد يعديها ايا كان هو مين. انت عندك الفتره الاخيره فتوح كان واحد من الناس اللي الجمهور كان فتوح هيجدد امتى، هيجدد بكام، ولازم كإدارة تجدد، والجمهور كان بيضغط علشان يتم التجديد ليه. دلوقتي الجمهور هو اللي واقف في صف الإدارة في القرارات ان هي خدتها ان هو يتم تجميدهم وعرضهم للبيع. هقولها تاني، دلوقتي الجمهور هو اللي واقف في ظهر الإدارة علشان يتمسكوا بقراراتهم اللي خدوها، وهي عرضهم للبيع وتجميدهم. انا ما اعرفش مدى صحة المعلومة اذا كانت صح ولا لا، ان الاسمين دول بيتدخلوا فعلا لحل المشكلة ولا لا، انا ما اعرفش. بس لغاية امتى هيبقى عندنا فزاعة ان اللعيب عندنا يعمل مشكلة ونفضل يقول لك عشان ما يروحش النادي الاهلي؟ ما يروح، ما هيروح هيعمل نفس المشاكل اللي بيعملها عندك دي، هيروح يعملها هناك، ولو راح عملها هناك هيمشوه برضه. فحته الفزاعه ان انت يا جماعه احنا نادي الزمالك، احنا نادي كبير، اي حد عايز يسيبك ويمشي مع الف سلامه. ولو انا اتاكدت ان هو مثلا بيعمل كل ده عشان يروح النادي الاهلي، باقي لي في عقده سنه، باقي له 6 شهور، مش عارف ايه، وخلاص مش عايز يجدد معاك عشان يروح، مش حته بقى ان انا العبه لغايه اخر ماتش وده احتراف، وافضل محافظ على العبه واقول لك ده احتراف. لا، ما يشمش النجيله، ما يروحش النادي التاني ده فايق، ما يروحش الخصم التاني ده لغايه اخر دقيقه يكون معايا بيلعب، ويروح هناك فايق، وابقى انا اللي مفوقه واروح مديله اللعيب بتاعي على طبق من ذهب. لا، انا لغايه اخر عقده ما يشمش النجيله دي، ما يشوفهاش. وفزعت بقى ان اي لعيب مش عايز يمضي، اللي مش عايز يمضي يا باشا احنا نادي الزمالك مع الف سلامه والقلب دعيلك. نادي الزمالك اكبر من اي حد ايا كان هو مين، اكبر من اي لعيب ايا كان هو مين، اتخن تخين في بلدك كلعيب يعني، احنا نادي الزمالك اكبر منه. فاللي عايز يمشي مع السلامه، اللي مش عايز يجدد اهلا وسهلا، يعني ما يجددش، بس هيفضل كده ما بيشوفش النور، ما بيشوفش الملعب، عشان بس نخلص من القصه دي. والحاجه اللي قلقتني، اللي خلتني ممكن حته مشكله فتوح ان في ناس تتدخل عشان تحلها ومش عارف ايه، ان انا قريت تصريح من شويه ان المتحدث الرسمي بيقول لحق ان اللعيبه لحد الان معروضه للبيع، وقرارات مجلس الاداره هي حتى الان. حتى الان دي قلقتني وخوفتني، مش هضحك عليكم. حتى الان دي معناها ان لغايه دلوقتي هو ده القرار ومش عارفين بكره هيحصل ايه. قلقتني، خوفتني، حسيت كده ان ممكن يحصل تراجع في القرار، وانا بصراحه لا احبذ هذا. ما حبسش ابدا ان نادي الزمالك يرجع في قراره يعني. لا، انا شايف ان نادي الزمالك حتى قراراتك دي اللي هي الثوريه اللي انت خدتها، الجمهور كله في ظهرك ومعاك في القرارات اللي انت خدتها. فاتمنى ان احنا نكمل في قراراتنا دي وما نرجعش فيها، واللعيبه دي تبقى عبره لاي حد تاني، حتى مهما كانت العقوبه هتبقى قاسيه ومهما يكون مش عارف ايه. بس لا، انت شفت اهو من غير الثلاث لعيبه دي وربنا كرمك امبارح وكسبت، رغم ان كسكواد فرقه بيراميدز
احسن منك، بس انت كسبت عشان انت نادي الزمالك اسم كبير. هم خايفين منه حتى وهم كسبانين، حتى قبل الطرد، حتى وهم كسبانين خايفين وقلقانين منك من قبل دقيقة في الماتش. هم قلقانين منك ومن جمهورك ومن اسمك. انت نادي الزمالك وكسبت من غير الثلاث لعيبه، وعندك غيابات قد كده، لعيبه مصابه وكسبت عشان انت نادي الزمالك، وعشان وراك جمهور يهز جبال، يعني يخلي اي حد يقلق منه ويخاف منه. حرفيا انت وراك جمهور يحرك الصخر حرفيا. فما تقلقش من اي حاجه، ما تقلقش من اي حاجه. لو هنتكلم بقى على الماتش سريعا كده، انا مش عايز اطول لان انا اصلا يعني صوتي مش طالع، ما اعرفش سامعيني كويس اصلا ولا لا، وصوتي طالع اصلا كويس ولا لا. فلو هنتكلم سريعا كده على ماتش الزمالك امبارح، انا طلعت معاكم في اللايف قبل الماتش بيوم، قلت لكم هو الطبيعي، او لو هنتكلم بورقه وقلم والف ب، السكواد على الورق الطبيعي ان هو يكسب. وقلت لكم برضو ان حتى وهم في ماتش الدوري، واستشهدت لكم بالماتش ده بتاع 2-2، قلت لكم حتى وهم كسبانين وحتى وهم افوق منك في الملعب، هم خايفين منك ومن اسمك ومن جمهورك. وقلت لكم ان هو طبيعي حتى لو انت السكواد اقل منهم، هو هينزل خايف منك ومن من اسمك ومن جمهورك. وده فعلا اللي حصل. الراجل يعني فرقه بيراميدز نازله قلقانه وخايفه منك، رغم ان هم كسكواد اعلى بس نزلوا خايفين منك، زائد الجمهور بتاعك بيضغط عليهم زياده. فلو هم خايفين منك 50 60 70%، فالنسبه دي بتزيد بسبب الجمهور، بسبب اسمك. اللوجو ده والله العظيم بيرعب اي حد، بعيدا بقى عن اي حاجه تاني. زائد الجمهور، والجمهور يعني يحرك الصخر زي ما بيقولوا امبارح. حاجه بصراحه قمه العظمه من جمهور نادي الزمالك امبارح. الجمهور ده على طول دايما بيبهرك. نادي الزمالك بيخسر ماتشين وتلاقي التيكتس بتاعت الماتش بتخلص في 10 دقايق. قمه الابهار وقمه العظمه من جمهور نادي الزمالك بصراحه. بس قبل ما نتكلم وحته ان هم هينزلوا خايفين منك والقصه دي، بيراميدز لو معاهم مدرب امبارح غير باتشيكو، احنا سهل جدا كنا نخسر. احنا اللي خدمنا ان باتشيكو مدرب خواف، يعني مش عايز اقول مدرب جمال لكن هنسميها مدرب خواف، مش مدرب اندفاعي في الهجوم زي ما بيقولوا. بيراميدز لو كان فكر يضغط على الديفنس بتاعك ويفكر يهاجم، او باتشيكو لو كان فكر ان هو ياخد القرار ده، كنت بشكل كبير جدا ممكن تخسر. ولكن احنا من حسن حظنا اللي بيدرب بيراميدز حاليا بالسكواد ده هو باتشيكو، ان هو مدرب خواف ومش عاوز يهاجمك وقلقان منك. نفس السيناريو بالظبط عمله في ماتش النادي الاهلي بتاع الكاس، لما كان كسبان وهو كسكواد برده كان احسن وافوق، قعد يدافع 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 لغايه لما خسر 2-1 برده من النادي الاهلي في نهائي الكاس لو تفتكروا. هو مدرب خواف، ما عندوش حته ان هو انا احسن مثلا، او ان انا اضغط على اللي قدامي او استغل، لا ما عندوش الحته دي. وعلشان كده بيراميدز مش هياخد بطوله بنسبه 90%، مش هياخد بطوله. يعني اولا فرقه ما فيهاش جمهور، يعني والجمهور ده عليه عامل كبير جدا. انت شفت انت كنت اقل منه من بيراميدز كسكواد، ولكن عشان اسمك وجمهورك كنت كسبت. تاني حاجه، النسبة دي بتزيد ان هو مش هياخدوا بطولة بسبب باتشيكو مدرب خواف، ما عندوش فكرة ان انا ممكن اهاجم، ان انا ممكن اضغط على الفرقة اللي قدامي واكسب. ما عندوش الحتة دي، وده من حسن حظنا امبارح. فده بالمناسبة يعني عشان ماتش امبارح، فهو خدمنا جدا في الحتة دي. احنا عندنا طبعا اخطاء دفاعية
كبيرة جدا جدا جدا، يعني لازم ان احنا نحاول نحلها. يعني اكيد كابتن معتمد جمال مش هيلحق يحل حاجات كتيرة جدا في الفترة الصغيرة دي، ولكن والله اعلم برضو. الفترة اللي جاية هنشوف مدرب اجنبي، كابتن معتمد ومجدي والجهاز اللي موجود، وهيكم دي حاجة لسه في علم الغيب احنا مش عارفينها. ولكن يحسب لك ان انت لغاية اخر ثانية بتحاول تكسب، بتحاول تتعادل وتكسب. يحسب لك ان انت اتأخرت مرة واتنين وتلاتة وبترجع، تتحسب لك. ولكن انا عندي نقطة صغيرة قوي يعني سلبية. انا حاسس ان احنا كنا كلعيبة نادي الزمالك بليدة في الملعب شوية. بمعنى ايه؟ ان احنا مش عارفين نضغط على الحكم بالشكل كويس من غير ما ناخد انذارات. يعني بانت قوي مثلا في دونجا اللي كان بالمناسبة عمل ماتش هايل جدا امبارح، ولكن باين جدا في الفاول اللي عمله، وبعد كده راح مسك الكوره وشاطها في الهواء. دونجا هنا خد انذار ببلاش، وضغط نفسه في الماتش انه خاف ياخد انذار التاني بدري. فدي كانت حته سنه، يعني ايه، ما كانش صايع في الحته دي شويه دونجا، ان انت عملت انذار، ممكن عملت فاول انت شايف ان هو مش فاول، فممكن ان انت تعترض على الحكم بشكل ان انت ما تاخدش انذار، ولكن انت بشوطك للكوره انت اكدت الانذار. فكانت حركه خايبه شويه، ما كانتش فيها حته صياعه يعني. الحاجه التانيه في حته ان احنا كنا كلعيبه بليده شويه في الملعب. الشناوي قعد فتره كبيره جدا بيلعب ضربه المرمى بيتاخر فيها، بيضيع وقت عشان هو كسبان مش عارف ايه. مفيش لعيب واحد في الملعب في نادي الزمالك فكر ان هو يضغط على الحكم، ان هو يضغط على الشناوي يقول له الوقت. الراجل ده بيضيع وقت، ما كانتش موجوده. ما كانش فيها صياعه في الحته دي، ما كانش فيها ضغط على الحكم. الحاجات دي بتفرق. وخلي بالك الحكم فكر او ابتدى مثلا يقول للشناوي العب بسرعه في الشوط الرابع ده بالمناسبه يعني. طب انت كلعيب شايف الراجل ده بيضيع وقت، لازم تضغط على الحكم. الوقت يا كابتن، الوقت يا كابتن. يخلي الحكم يستعجله، ممكن يديله انذار، ممكن يديله الانذار التاني ويطرده عادي. الشناوي كان بياخد جزء وقت كبير جدا في ضربة المرمى والحاجات اللي كانت بتجيله. لكن احنا كنا كلعيبة ما بننطقش في الملعب، فبالتالي الحكم كان بيسيبه للأسف يعني. بشكل عام نادي الزمالك هجوميا أدى جيم حلو، جيم كويس، كان ماسك كورة بشكل كبير. دفاعيا كنا سيئين جدا، راح عليك أكتر من كورة خطر. الراجل المهاجم الاسترايكر بتاعهم ده الأفريقي لو فايق شوية ويعني عنده ده، جاله 3 كور بالهيد، يعني كان ممكن يخلص اي واحده. مصطفى فتحي واحده الشوط الاولاني الراجل الافريقي ده عملها له، لو راحت في وش رجل يعني مش محتاج، يعني ساتر ربنا هو اللي خلاه يقلش. دي من عند ربنا، عشان بس ربنا رايد لك وعايزك تكسب وتروح فرحان. المسلوسي الكرة اللي طلعها الشوط التاني الله يبارك له يعني، بتاعت ربنا. وسبحان الله كل ما بيدخل فيك جون ربنا بيديك، يقول لك لا خد اتعادل، خد اتعادل. حتى في ضربات الجزاء لما انت ضيعت ربنا فضل شايلها لك لاخر ضربتين عندهم، وشالها العواد. يعني عواد ما كانش موفق في الجيم، ولكن في ضربات الجزاء كان مركز، كان عايز يعمل حاجه، حاسس ان هو ما كانش موفق في الجيم، فكان عايز يعوض ده في ضربات الجزاء، وربنا كرمه وكان موفق الحمد لله. كريم يا حرزاوي لا اخش على التيك توك بس الصوت رايح اصلا يا كريم. آه، استنى تدعيمات يناير يا ميغا. بص لو هتسألني انا، احنا عندنا مشكلة مادية بشكل كبير جدا. هنخرج من الماتش بس هرد على الحتة دي. احنا عندنا مشكلة مادية في النادي بشكل كبير، ان انت عندك غرامات كتير وعندك لعيبة ليها فلوس متأخرة بشكل كبير. فانا شايف ان احنا لازم نعمل ترتيب للاولويات الفترة الجاية. اولا لازم تدفع فلوس اللعيبة القديمة، لان ده
زي ما بيقولوا الوقود او البنزين اللي معاك اللي تقدر هتشتغل بيه الفتره الجايه. فلازم اولا تديهم الفلوس المتاخره. تاني حاجه، لو هتفك القيد هيتبقى لك فلوس ان انت تشتري لعيبه ولا لا. فلو هتفك القيد ومش هتشتري لعيبه في يناير، نركز بس في الكلمتين دول. يعني انت لو قدامك تفك القيد بس ومش هتقدر تجيب اي لعيبه في يناير، لا انت ممكن تاجل فك القيد، انا بكلمك على وجهه نظري انا، لاخر السيزون، وتشيل جزء من الفلوس دي تستثمر وتصرف بيها على قطاع ناشئينك ان انت تهتم بيه وتعلي الكواليتي بتاعه. انا شايف ده. والفلوس دي تبقى الفتره اللي فاضله في النادي، ان انت اللعيبه تبقى مستقره ماديا لغايه اخر السيزون، منها تقدر تجمع فلوس اكبر، ان احنا عارفين ان في صندوق بيتلم فيه فلوس، منها الصندوق ده يقعد فتره اكبر الفلوس ينفع تتضخ فيه، فتيجي اخر السنه تعمل فرقه جديده. فده انا رايي في حته ربنا حبيبي يا نجار، حبيبي ربنا يخليه، انت اللي وحشني جدا. فانا شايف دي زي ما قلت لكم يحسب لكابتن معتمد والجهاز الفني احمد مجدي، ان هم كانوا بيقدروا يرجعوا للجيم، تتاخر مره واثنين وثلاثه وبترجع. يحسب له ان هو رجع لعيبه زي ما بيقولوا من الثلاجه، زي سامسون اللي فاجئنا كلنا اكيد، زي عبد الله جمعه. يحسب له ان هو ممكن يكون اشتغل نفسيا وعرف يفوق لعيبه، انت خارج من خساره ماتشين وبتلاعب فريق كبير زي بيراميدز، فيحسب له ان هو نفسيا هيئ اللعيبه كويس قبل ما يخش الجيم. في كام لعيب كده لازم اديله احييه، لازم اديله الكريدت. لازم احيي دونجا، عمل ماتش كبير. اوباما عمل ماتش كبير جدا. آه لازم احيي عواد، ومش بحيي عواد عشان لا، عواد كان في الجيم مش كويس، بس لازم احيي عواد ان هو فصل ال 120 دقيقة بتاعت الجيم، ركنها على جنب وكان مركز في الضربات الجزاء. ما حطش في دماغه بقى لا انا كنت وحش في الماتش فمش لا، كان مركز في ضربات الجزاء. فدي تتحسب له تصريحاته بعد الماتش، ان هو ما استخباش لا، كان يعني تحمل المسؤولية وعواد جون كبير، فتحسب له تصريحاته بعد الماتش. سامسون، عبد الله جمعة، ثانية واحدة قبل ما انسى، عبد الشافي يا جماعة لعيب كبير قوي، حد بيحب نادي الزمالك، حد مخلص جدا. فعبد الشافي لو فضلنا نتكلم عليه من دلوقتي ل10 سنين قدام مش هنوفي له حقه. لعيب بيموت نفسه، لعيب بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة يعني يا ريت كل الناس وكل اللعيبة عندنا زي عبد الشافي، كنا هنكسر الدنيا. المسلوسي لازم احييه برضو، على الرغم ممكن يكون الجون الاول وقفته كانت غلط في الجون الاول، ولكن كان كويس وهايل وطلع كوره بصراحه، كوره انقاذ الماتش يعني. فده سريعا اللي انا كنت عايز ادردش فيه معاكم. فلو حد عايز يسأل اي سؤال قبل ما اخرج واسيب اللايف فتمام، انا معاكم كده. لو حد عايز يسأل اي سؤال سريع، لان انا حنجرتي بصراحة، انا بزعق عشان بس اطلع لكم صوتي. فلو حد عنده سؤال سريعا كده. كابتن اللعيبة عايزة شدة جامدة، عايزة مدير كورة جديد، مش عارف بص، اعتقد ان الفترة اللي جاية ان جه خلاص الادارة ادت كارت بلانش زي ما بيقولوا كده لكابتن عبد الواحد، ان خلاص يعني مفيش حاجة هتعدي الفترة اللي جاية. اللي هيغلط خلاص الفترة الجاية ما اعتقدش ان هيحصل فيه طبطبة او مدادية تاني يعني. رأي حضرتك بأمانة مصطفى فتحي كان قاصد يضيع؟ لا ما اعتقدش، صعب قوي ان مصطفى فتحي يكون قاصد ان هو يضيع ضربة الجزاء ويكون قاصد يضيع، لا صعب.
هو انت كنت في الماتش؟ اه والله يا كريم حرزاوي كنت في الماتش امبارح. رحت. عمر كمال ممكن يجي، الله اعلم، ما عنديش معلومه. هتعمل ايه يا مرغني انا هعمل ايه في الطعن؟ هو حد هيطعن عليا ده؟ قصدك على مجلس اداره ولا مش فاهم؟ المسلوسي بالنسبه لي حوار طول بروح واصرار معاك. تفتكر مين اللي هيمشي؟ لا، على حسب الصفقات اللي هيجي هيتحدد الناس اللي هتمشي. قر بقى يا حرزاوي، ما انت قاعد في الكويت، اقول لك يا بختك يعني؟ اقول لك يا بختك؟ الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا الزمالك ان احنا نروح الاستاد، هتقول لي يا بختك فيها؟ ربنا يخليك، انت اللي وحشني، ربنا يخليك يا مصطفى، ربنا يخليك. لازم صفقات عشان تكمل في الكونفدرالية بص، احنا اكيد محتاجين صفقات، ولكن الصفقات وايقاف القيد هي يعني المادة هي اللي هتحكم في الحتة دي. الفلوس زي ما بيقولوا، الكاش فلو، الفلوس السايلة اللي هتبقى موجودة معاك هي اللي هتحكم الموضوع. احنا بدأنا ان احنا جدولنا مع الضرايب. فهي الفكره كلها بقى، انت يعني الكاش فلو معاك الفتره الجايه هيبقى عامل ازاي؟ هتقدر انت تفك ايقاف تدفع فلوس اللعيبه متاخره وتفك القيد وفي نفس الوقت تشتري لعيبه، لا 2 3 لعيبه في يناير ولا لا؟ دي اللي هيحكمها الماده، الفلوس. الف سلام عليكم، ربنا يخليك، عرف الله يسلمك، ربنا يخليك. انا بقى عايز اسالكم بقى في حاجه. انا كنت بفكر اعمل فيديوهات بعد كل ماتش، طبعا ان انا احلل الاخطاء الدفاعيه بتاعت الاجوان اللي احنا وقعنا فيها. طبعا مش هعرف اجيبها فيديو، فهجيبها في شكل صور. فلو انتم موافقين على القصه دي ممكن ابدا من ماتش بيراميدز واجيب لكم الاخطاء الدفاعيه اللي احنا وقعنا فيها في ماتش بيراميدز، سواء في الوقفه سواء في حته الضغط هنا. مين كان ممكن يتحرك كده، كان ممكن يتفادى الاخطاء الدفاعيه دي ازاي في الجون ده. فلو حب يعني في الكومنت هنا لو حابين ان انا اعمل ده، ممكن بكره اعمل لكم فيديو عن الاخطاء الدفاعيه بتاعت الاهداف، 3 اجوان اللي احنا دخلوا فينا. ممكن اعمل لكم ده في شكل صور، مش هينفع في فيديوز طبعا عشان الفيديوهات هتتقفل، ان احنا ما عندناش اللايسنس او ما عندناش حقوق ان احنا نعمل ده للاسف. فلو الفكره دي هتبقى عجباكم، الاخطاء الدفاعيه اللي احنا وقعنا فيها، فاحب اعرف رايكم يعني. طب كويس، ناس حابه الموضوع، كويس. كنت عايز اشكر الونش، كويس مصطفى علي الونش، وجوده في الماتش امبارح بتعليماته بقلبه بروحه فرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا. حضرتك ما بتطلعش في برامج على التلفزيون ليه؟ والله لما بطلع في، يعني لسه كنت مطلوب في البرنامج البري من كام يوم مع استاذ اسلام صادي، بس للاسف كنت عيان فما عرفتش اطلع. يوم الاحد هبقى موجود ان شاء الله في قناه نادي الزمالك في برنامج اللي هو بيجي الساعه 6، هبقى موجود فيه ان شاء الله. الونش هيرجع امتى مش عارف، ما عنديش معلومه اكيده والله. وحاجه تانية عشان الناس يعني، انت لو عايز تسالني وانا طالع معاك في اللايف ما تسالنيش في معلومه انا ما بقاش عندي معلومات. انا ليا واحد صاحبي في مجلس اداره، بس انا ما برفعش سماعه عليه، ما برفعش سماعه التليفون عليه عشان اساله على معلومه. وفي معلومات لو عرفتها، حتى لو يعني حصل ان انا سالت وعرفتها، مش هطلع اقولها طالما الناس ما قالوهاش، عشان بس نبقى عارفين برضو. انا طالما معلومه ما اتقالتش في مجلس اداره انا مش هطلع اقولها. انا هنا بالظبط بحلل المعلومات او بحلل الاخبار اللي بتطلع، بقول رايي فيها لا اكتر ولا اقل. فان انتوا تبقوا مستنيين مني ان انا اقول لكم اخبار اكسكلوسيف، صعبه قوي، صعبه قوي. ممكن تحصل لو انا عرفت الخبر ده من بره النادي، اللي هو خلاص ممكن تعرف فانا اطلع واقوله لك، غير كده لا. كابتن الفتره دي محتاجه مدرب مصري ولا اجنبي؟ على حسب انت كالاداره هتبقى عايزه تعمل ايه الفتره الجايه. بمعنى ايه؟ ان احنا الفتره دي لو مش هنفك القيد، الفلوس يعني الفلوس اللي معاك السايله مش هتعرف تفك القيد وتشتري لعيبه، فممكن توفيرا للنفقات نجيب مدرب مصري نزق بيه الدنيا الفتره اللي جايه، ونقول ان احنا هنشتغل السنه دي ان احنا بنجهز للسنه الجايه.
لكن لو الفلوس حاضره والماده موجوده وهنعرف نفك القيد ونشتري لاعب في شهر واحد ونعرف نجيب مدرب اجنبي، فطبعا اكيد يفضل يعني. ولكن هي متوقفه زي ما قلت من شويه على الفلوس. والله بحبك ونفسي اعمل مداخله مع حضرتك، والله يشرفني، بس انا فعلا مش عايز اللايف يبقى طويل، لان انا صوتي فعلا والله مش طالع. انا اسف. اتجاهك مستقبلا للتدريب والاداره، والله انا كنت اتمنى ان انا اكمل في موضوع التدريب، ولكن مش هقدر ان انا ابدا كارير التدريب من اوله واتحمل ان انا ماديا اخد المبالغ الصغيره قوي اللي بياخدوها المدربين لما بيبداوا في الناشئين. مش هقدر يعني قدرتي الماديه مش هقدر استحمل ده. انا يعني شايف ان اداريا ممكن يكون احسن ليا لو يعني ممكن الفتره الجايه يبقى في حاجه، لان انا بقالي 5 سنين الحمد لله فاتح شركه تسويق عقاري، والدنيا الى حد ما ماشيه بشكل كويس. فممكن السكواد الحالي ياخد كونفدراليه؟ لا، ما ياخدش كونفدراليه، بس واي نوت ان انت تنافس عليها يعني. نفسي اشوفك مع عبد الرؤوف في البلديه. لا، عبد الرؤوف ماشي بشكل كويس جدا مع التيم وورك اللي معاه، اللي هو كان معاه اصلا في الناشئين وراح بيه اكتر من نادي الى ان استقر بيهم الدنيا في البلديه، وهم عاملين تيم وورك كويس قوي ومحترم قوي وهم ماشيين بشكل كويس. فانا لو منه مش هدخل عنصر جديد ولا هشيل حد وادخل حد مهما كان هو مين، لان انا شايفهم جهاز فني متعاون بشكل كبير جدا يعني. انت كنت لعيب جامد ومحلل، ربنا يخليك. ربنا خلي بالك، انا برضو ما حللتش ماتش بيراميدز وكده قوي، لان انا مش عايز اطول ويعني مش عايز اخش في ديتيلز. بس اللي ممكن ان انا اعمله ان انا حابب ان انا احلل الاخطاء الدفاعيه اللي احنا وقعنا فيها في الاهداف اللي دخلت فينا، وانتوا شايفين ان الدنيا تمام يعني. طب سؤالي لحضرتك، انا من ذوي الهمم ومواقع حركيه ولا يبقى في كارنيه؟ والله انا ما عنديش اي معلومه. انا اسف والله، انا فعلا والله يعني ما عندوش اي معلومه. بس اللي انت بتقوله ده هحاول ان انا اوصله لحد في مجلس الاداره، لان انا شايف ان ده لازم يحصل يعني. لازم، شايف ان ذوي الهمم لازم يكون ليهم يعني موجودين في الملعب. و يعني اوعدك ان انا الاقتراح ده هقوله لمحمد طارق وهم يعرضوه في مجلس اداره قريب، اوعدك. لان انت ازاي ما تاخدش لا خلي بالك، انت حاليا اقل من السنه بتاعت فريرا. مش هنضحك على بعض، انت فريرا جه عمل لك طفره جماعيه بشكل كبير جدا، وعمل لك طفره فرديه في اللعيبه. انت حاليا مش موجود في الطفره دي، فلا انت اقل ساعتها من السنه دي. فتمام. انا يعني كنت مبسوط جدا ان انا معاك، واسف لو صوتي ازعجكم، ان انا بحاول ازعق عشان علشان صوتي يطلع، عشان انا كنت موجود في الماتش امبارح. الف مبروك لنادي الزمالك، والجمهور نادي الزمالك هو البطل الاول في ماتش امبارح. فالف مبروك، الف الف مبروك ليكم. ويعني ده بقى الطبيعي والواحد يعني متوقعه ومستنيه، وان انتوا دايما بتبهروا الواحد جمهور نادي الزمالك. لو قعدنا نتكلم يعني كتير من عمرنا ما هنوفيله ربع في المية من حقه. انتوا دايما الظهر والسند، ونادي الزمالك مكمل ليكوا وبيكوا. واسف لو طولت عليكوا. سلام عليكم.